السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سعد المصري معالج الرفلكسولوجي والشياسو. طيب ايه كمان؟ عند الشخصية التانية هي الشخصية السمعية. الشخص السمعي ده اللي دايما بيحكم عقله في الامور، يقول لك انا سامع كذا او. طيب معانا فاصل وثم نواصل. الصحة نعمة مغبون فيها كثير من الناس، فهل شكرته سبحانه على ما وهبك؟ صلاتك شكر. نفائس منها. عيد سعيد عيد سعيد عيد سعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا تاني أعزائي المشاهدين. فزي ما قلنا قبل الفاصل إن الشخص الحسي هو مرهف الحس، إنسان لازم نتعامل معاه بكل يعني رومانسية أيا كان هذا الشخص على فكرة عشان يحصل عملية التواصل. أما الشخص السمعي دايما الشخص ده هو بيوزن كل حاجة بعقله. الشخص السمعي دون يا جماعة اللي بيحكمه هو المنطق. يجيب الكلام يسمعه منك كويس جدا، يسمع كويس منك جدا الكلام، ويبدأ انه هو يفكر في الكلام ده ويعيده مرة واثنين وثلاثة. خد بالك هو شخص مش متردد، لما بيقول لك الرأي بتاعه او خلاص خد القرار بتاعه ما بيرجعش عنه. ماشي يا فندم. فنبدأ ان احنا نحاول ان احنا نتعامل مع الشخص السمعي دون انه ده شخص بيحب يسمع كل حاجة ويسمع كلام بدقة، يرتب الاحداث ويبدأ يناقشك في كل حاجة بيعملها. في بعض الناس يقول لك بص ده جوزي بيشك فيا، او الزوج يشتكي ان مراته بتشتكي او بتشك فيه. لا، هي شخصيتها كده، طبيعة شخصيتها انها شخصية سمعية. لو انت جبت حدث قبل حدث يعني انت ناسي لا قدر الله مثلا نسيت، لا تبقى دي وقعة حلوة قوي يعني. فلازم ناخد بالنا جدا ان الشخص السمعي ده بيحب يرتب الاحداث. انا زوجتي كده على فكرة من الشخصية السمعية، تحب تحلل كل حاجة. انا بقى شخص حسي جدا، يعني بقول الكلام بمشاعر باحاسيسي، ممكن اجيب موقف قبل موقف الدنيا مش فارقة بالنسبة لي. انت مش قلت لي قبل كده الموضوع كذا 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 كذا؟ طب ازاي حصل كذا؟ طب يا بنتي انا نسيت ترتيب الاحداث، ما حصل 1 2 3 كده ماشي كده انا معاك. فبترجع انها يعني تعيد النظر في كل اللي هي بتسمعه تاني. ودايما الشخص السمعي ده يقول لك كده انا سامع كذا كذا كذا، انا لازم احدد كذا كذا كذا. الكلام ده كله هتلاقي سامع، احدد، اعمل، اسوي، سيبنا افكر، ما اقدرش اديك قرار دلوقتي، كل الحاجات دي. اما عيد سعيد عيد سعيد عيد سعيد.